خبر هام وعاجل. شوف هذه صورة واحد سعودي متزوج ثنتين، الأولى سعودية والثانية يمنية الآخرة. فشوف القصة لما تسنب شعر اليوم. الزوجة الثانية هذه اليمنية مرضت، بعد ما مرضت فيها الكلى، جلس يخسر، جلس يتعب عليها بيزن مشفى وغسل كلى لمدة 7 سنوات. رجع آخر شيء الدكتور قال لازم كلى، قام سار وأخذ زوجته وقال والله ما أفك لها لزوجتها اليمنية الثانية، أخذ وسار أتبرع لها بالكلى، تبرع على الكلى وفيها عندها ضمور في الكبد، فقالوا ضروري من يتبرع لها. الزوجة الأولى السعودية والله لا أعطيها وتبرعت من الكلى. فلما فقامت الزوجة السعودية الأولى قال والله ما أخلي ضارتي طبينتي تمرض. قام سار وقال أني أتبرع بالكبد، شوي جزء من الكبد، وتبرع بجزء من الكبد، والزوجة تبرع بالكلى وعملوا العملية وتمت والحمد لله كلهم طلعوا يعني بأفضل صحة. فجاءت الأخبارية ألقانها فقالوا ليش؟ ما السبب؟ لما هذا تبرع قباله؟ قال هذه زوجتي لا بد ما تبرع. فقالوا للزوجة الأولى أنت طبيعنا كان مش منك غاري منك. قال كيف؟ قال والله العظيم ما شفت من الزوجة الثانية هذه إلا كل الود والاحترام وكل شيء، وإن احنا أكثر من خوات، إني تساعد أولادي وتحب أولادي كأنهم أولادي، وإني كذا وإنها هذه الزوجة السعودية الأولى تمدح الطبينة الجديدة ضارة تمام. فعملوا العملية ونجحت وتم بسلام. أنا أقدم أول شيء شكر لهذا الزوج لأنه بادر بكلية لمن زوجته. يعني شوف الرجل ما فك لزوجته والله لا تجي لك لأن قالت تكتب لازم ولا تموت. والطبينة الأولى السعودية الأولى الزوجة قال والله لا أدري من الكبد وأدى جزء من الكبد. إيش هذه الأسرة هذه؟ إيش هذا؟ يعني أقسم بالله إن لهم تحية من أعماق قلبي إلى الرجل السعودي وزوجته الأولى. وهذه خلاص أتلجمت، قال والله حقكم علي لو لا أرد الجميل مهما كان. شوفوا على وسط، شوفوا هذا الرجل لما تجتمع الرجولة، شوفوا لما تجتمع الرجولة الرجل يعرف عند مرضى زوجته ما رضى يقتله. وهذه كل النسوان طبائع عندما يتزوج الثنتين، وهذا جاء أكثر من خوان. الله يديم الإسلام. تحيا 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 الجمهورية اليمنية والتحيا المملكة العربية بشعبها ما بيش اختلاف بيننا. شوف على كرم وعلى الطيب وعلى لون الروح. سبحان الله.